السلام عليكم تعالى وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. موضوعنا اليوم عن التاريخ الحقيقي للتمر والحليب في المغرب، عادة أقدم مما تتخيل. منذ قرون طويلة وقبل ظهور القاعات الفاخرة وموائد الاستقبال الحديثة، كان المغربي يعتبر الضيف نعمة وبركة تدخل إلى البيت، ولهذا كان لابد من استقبال الضيف بشيء يحمل معنى الاحترام والكرامة والدعاء بالخير. فاختار المغاربة التمر والحليب. وتقول الروايات الشعبية إن هذه العادة انتشرت بقوة في المغرب منذ العصور القديمة، خاصة في القرى والقبائل والمدن العتيقة، حيث كان المسافر يقطع مسافات طويلة عبر الجبال والصحاري، وعندما يصل متعبا إلى بيت أو قبيلة يقدم له أولا الحليب ليهدأ جسده ويستعيد راحته، ثم التمر ليمنحه الطاقة والقوة بعد السفر. ومع مرور الزمن تحول هذا الاستقبال البسيط إلى رمز رسمي للترحيب المغربي، فأصبح حاضرا في استقبال الضيوف الكبار وفي الأعراس والختان والعقيقة والخطوبة والنجاح، وحتى في المناسبات الدينية كما قلت، وحتى في المناسبات الدينية. وكان المغاربة قديما يؤمنون أن التمر والحليب ليس مجرد طعام، بل رسالة تحمل معاني الصفاء والبركة والمحبة. فالحليب يرمز للنقاء والسلام، بينما يرمز التمر للرزق والحياة الحلوة والخير الوفير. ولهذا عندما يقدم التمر والحليب لشخص ما، فكأن أهل البيت يقولون له: أنت لست غريبا عنا، بل أصبحت واحدا منا. واللافت أن هذه العادة المغربية بقيت صامدة رغم تغير الزمن، لأن المغاربة حافظوا عليها كجزء من هويتهم الثقافية والتاريخية، حتى أصبحت من أشهر رموز الضيافة المغربية أمام العالم. وفي الختام، لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.